السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي، عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وامن وامان يا رب العالمين. ايه اخباركم واخبار اولادكم واحبابكم واحفادكم؟ ان شاء الله كلكم طيبين وبخير وصحة وسلامة وامن وامان يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، كل سنة وانتم طيبين يا رب، يعود عليكم الأيام بخير بالصحة والسلامة يا رب. اللهم بلغنا رمضان بالأمن والأمان والاطمئنان يا رب، وهدوان السر وراحة البال يا رب، يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. اخواتي ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كده كريب بالخضار، ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم كده باذن الله. وما تنسوناش في التعليق واللايك والاشتراك، وان شاء الله تمر عليكم اللي تمر عليه قناتي لاول مره ينورنا ويشرفنا، وتكوني اخت من اخواتي وتنورين وتشرفين. يلا نقول المقادير مع بعض كده باذن الله. حطينا كوبايه ونص ميه، سخنتها على النار، خليتها سخونتها زياده شويه عشان خاطر اللبن مطلعاه من التلاجة ساقع، عشان يبقوا متوازيين في الحراره بتاعتهم. اللبن ساقع حطيت مع كوبايه ونص، والميه الدافيه حطيتها كوبايه ونص برضو. وبنحط معلقه بيره كبيره، بيره فوريه، خميره فوريه كبيره، وبيضة، وبنحط برضو ملح يجي كده كده نص معلقة كبيرة، ومعلقة سكر، وبندوبوا المكونات دي كلها حلو كده مع بعض. وبحط فلفل، انا بحب في المعجنات دي اكتر حاجة الفلفل الصراحة، بيدي طعم كده، بيدي نكهة حلوة وريحة حلوة. الفلفل في المعجنات بيبقى جميل، بالذات لما تكوني عاملاها حادق يعني. وبحط ان شاء الله برضو 7 بهارات، 7 بهارات جايباها جديد، حتى لسه بكبها من الكيس يعني تو ببختها. فحطيت منها كده قد نص معلقة كبيرة. فيها ريحة القرنفل، تحسيها زيادة كده شوية، يعني لما بشتري من عطار غير العطار التاني فبلاقيها دي مختلفة عندي، فبتاعت المرة دي تحسي فيها القرنفل أكتر، والقرفة، القرفة أكتر برضو، بتدي ريحة ونكهة حلوة كده. بنقلبهم حلو كده قد ما ندوب السكر والملح وكده. انا دقتها بسيط كده لقيتها عادمة خالص، فرحت حطيت حتة ملح تاني يعني، عشان خاطر ايه، انا عارفة طبعا مقدار عجيني وكده، فعشان تبقى حايقة وتبقى طعمها حلو. نقلبهم نضربهم كده حلو قد ما ندوب البيضة برضو ندوبها حلو، ونقعد نقلب فيهم كده. لقيت المعون اللي انا عاملة فيه ضيق، فرحت ضفت المكونات في طبق واسع، بقلبهم حلو برضو كده، وبعد كده ايه بنزل عليهم بالدقيق. بنحط كوباية ونقعد نقلب، وبحط التانية ونقعد نقلب حلو كده، وبعد كده ايه بشوف القوام، لقيت القوام بتاعي ناقص، بحط تاني. حطيت 3 كوبايات كده، يعتبر 3 كوبايات دقيق. بس انتي طبعا زي ما انا قلت لك كده حسب القوام اللي قدامك، يعني انا حطيت القوام اللي انتي عايزاه. معلش يا جماعة، أنا قاعدة على الشارع، الصوت موتوسيكلات والشارع كله كأنه قاعد معاي بالتليفون. خلاص الجو عندنا ابتدت روايح الصيف تهل كده، الجو ابتدى يسخن شوية كده، والنسيم حلو كده بتاع الصيف، تحسي ريحة الصيف فيه كده. ففتحين الشباك على طول، فبتبقى الصوت كأنك في الشارع، مع ان احنا في الدور الخامس يعني، بس برضو الصوت بيوصل كأنك قاعدة في الدور الأرضي. بعد ما ربينا الدقيق كويس كده وضربناه حلو ما نخلوش يكلكع، استنيت عليه بتاع نص ساعة كده أو تلت ساعة قد ما يريح كده ويبتدي يخمر بسيط. بنزل عليه ببطاطساية مبشورة وكزبرة خضرة بتبقى مفرومة برضو، وجزرة مبشورة، اللهم صل على سيدنا محمد، بصلة مبشورة، اللهم صل على سيدنا محمد، وفلفل أخضر. وبحطهم المكونات دي كلها على العجين وبقلبها حلو، ونبتدي ايه بعد كده نبتدي نقلي في الطاسة. بنحط الطاسة بتاعتنا تكون طاسة ما يلزقش فيها الحاجة، يعني زي التيفال مثلا. بنحط قد معلقة، يعني انا حاطة طبق فيه زيت جنبي.
بحط اللهم صل على سيدنا محمد معلقة واحدة في الطاسة. وعلى فكرة عشان منساش برضو 3 معالق زيت في المكونات بتاعت العجينة. حطيت 3 معالق زيت حلوين كده كبار اثناء ما انا بعجن. بحط اهو زي ما انتم شايفين كده بالمغرفة، احط مغرفة كده يعني واسويها بحيث ان الكريباية كده تبقى ايه خفيفة وحلوة وتطلع طرية ان شاء الله. تقعدي طبعا انت عارفة الناحية بتاعت بوتجازك، الناحية دي مثلا بتحمر اكتر، الناحية دي مش بتحمر، فانت ايه تبقي متابعة بوتجازك، تقعدي تلفي فيها. وبعد كده بقلبها، بنقلبها كده زي الشيف براك نقلبها قلبة حلوة كده لغاية ما ايه حمرت وبقت زي العسل. وهو يستاهل بقكم يعني، طلع بسم الله ما شاء الله كريب طري ومسخسخ كده ومورق زي العسل. يعني تكرمشيها في ايدك كده بترجع تاني. انا مش بعد على فكرة، انا بوريكم يعني ان هو مورق ومش شابك في بعضه ولا حاجة، لا حلو مش معجن ولا حاجة، وطلع مسواي وحلو جميل خالص خالص خالص. عجب معايا، عجب العيال خالص. وفي اللي قاعد يحط جبنة جواه مثلا، جبنة رومي او كده وتعمليه زي الرول كده ويتاكل برضو، او تاكليه على كده برضو يعني حسب راحتك. وطعمه جميل ما اقولكمش. القرص اللي هناك ده اللي في الطبق ده راح اتقطع مني اول واحد، ورحت حمرته حلو وعصرت عليه ليمون وكلته انا، ما اقولكمش على طعمته، على طعمه فظيع فظيع. عصرت عليه ليمون، عيال قاعد يقولوا لي ازاي تعصر عليه ليمون، قلت لهم والله العظيم طعمه جميل وكان جميل زي العسل. يا رب كده الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم و... ويا رب كده تنال اعجابكم كده، واشوف كده مشاهدات كتير كده تفرحوني كده، اشوف مشاهدات كتير ولايكات كتير وتعليقات كتير. وحشتوني كلكم والله، ربنا يخليكم لي يا رب، ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب كده يكون عجبكم، واشوف وشكم على خير، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.